سبيلنا إلى لقاء للحريات أدنى الطريق يا سبيلنا إلى لقاء فحسبنا إيماننا والله والعتل من الحال فإن في التمام الاعتقاد باسم جميع ممثلات وممثلين حزب الاستقلال في الجامعات الترابية لإقليم بركان، نرحب بمناضلات ومناضلي الحزب والضيوف الكرام كل بصفته وباسمه. الآن قبل أن نبدأ هذا الجمع وهذا اللقاء سوف نقف احتراما لسماع النشيد الوطني. ما تفوتنيش الفرصه كيتواجد معنا الاخ خالد السبيع، هو مناضل داخل حزب الاستقلال واطار داخل حزب الاستقلال اللي شرفنا اليوم، وهو ينحدر من مدينه تاوريت. حزب الاستقلال وكذلك رؤساء احزاب اخرى في جماعات اخرى، وبتنسيق وإشراف من السلطات المحلية في شخص عمال إقليم بركان والوزارات والمدراء ومسؤولين الجهويين والإقليميين. هذه المنجزات التي أنجزت والتي في طور الإنجاز هي لمواكبة التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. جاز إطار اتفاقية شراكة بين جماعة السيدة ومجلس الشرق كانت بالتنسيق مع إخوان داخل مجلس الزيارة وكذلك أعضاء جماعة السيدة. هذه الصور جماعة يد القادة إيجاز وتجهيز منابر للقرب لشان مستودع الملابس وتزيد فائدة على أهل العين بدون
نقرا في وزاره الداخليه. هذه المشاريع تبناها المجلس الجماعي لمدينه السعيديه، وكان نائب البرلمان امتداد على هذه الطلبات، والحمد لله كاين مجلس لها فورم الجلسه. إعادة هيكلة الأحياء الناقصة في الجيز والتأهيل جماعة بالبرلمان يبدو 24 مليون درهم في إطار اتفاقية شراكة ساهمت الجامعة حول توسيع المدار الحضاري بمدينة أحفير، حول البطالة بمدينة أحفير، حول إعادة بناء مخيم تأثيرات الأفريقيان، حول وضع خطوط التخصصات المختلفة التي تم إلحاقها بوزارة التربية الوطنية، حول دعم البنية التحتية لقطاع الشباب، وتمويل في إطار سياسة المدينة مع جماعة الأتمنى بناء مدار إجمالي 25.5 مليون درهم لإعادة هيكلة وتأهيل مركز الجماعة العملي داخل قبة البرلمان. أشكركم مرة أخرى على الحضور وسعة صدركم. وهذه الكلمة سيد المفتش.